كأس العرب في قطر 2025. يخوض المنتخب الجزائري حامل اللقب امتحانه الثاني في البطولة العربية حين يصطدم بالمنتخب البحريني. رغم أن تاريخ المواجهات بين المنتخبين يختصر في لقاءين فقط، أولهم في كأس العرب 1988 وودية 1992، وكلاهما انتهى بالتعادل، إلا أن موقعة السبت تختلف تماماً عن المواجهات السابقة، فهنا تكتب حسابات جديدة بأقدام مختلفة. تدخل الجزائر المواجهة بعد التعادل الافتتاحي أمام السودان، بينما تدخل البحرين المباراة في إنعاش حظوظها بالتأهل، وهذا بعد الخسارة أمام العراق في المباراة الأولى، وهذا ما يجعل المباراة ذات طابع مصيري للطرفين. لكن الهدف واضح وصريح: انتصار يعيد بطل العرب إلى المواجهة والابتعاد عن صراعات الحسابات الضيقة. فهل سينجح بوغرة في إسكات المنتقدين وإرجاع اسم المحاربين في هذا الاختبار؟